السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنكمل على المحاضرة النظرية اللي خدناها، وهنجرب عملي على بايثون شوية بروجرامز بسيطة كده. الفكرة بس إننا نطبق بإيدينا شوية ونشوف الكود بيشتغل ازاي. اوكي. أول حاجة، أول بداية كده add to numbers، اللي هو إضافة إن أنا أجمع رقمين أو أضيف رقمين. ليها كذا، يعني أنا ممكن أجمع بكذا طريقة. ممكن نشوف برضه، احنا كده كده كنا شفنا الطريقة بس ما كتبناهاش، ما شفناش الاوتبوت بتاعها. هنا هنشوف وهنشوف الطرق كلها كمان. عشان اعمل اد لتو نمبر ممكن مثلا بدون اي حاجة 12 مثلا بلس 8. لو عملت شيفت انتر يطلع لي 20، ما قالتش لا. طب لو انا عايز اعملها بفاريبلز بس بدون input، ممكن اعمل x equal 2 y equal 3 برنت. ممكن اعمل اكس بلس واي على طول، على فكرة اكس بلس واي اهي، اكس بلس واي. وممكن برضو اعملها اهي برنت اكس بلس واي، برضو نفس الحاجة، ما قالتش لا برضو. ممكن اعمل حركة تانية في الانبوت بقى، بس هنعملها بانتجر بدون فلوت. يعني المرة اللي فاتت كنا شايفينها بارقام عشرية، هنعملها بارقام صحيحة. ونشوف برضو لو عملنا 10 هيحصل ايه، يعني لو ضفنا ارقام عشرية هيحصل ايه. هنعمل اول حاجة نم واحد ايكوال، نم واحد ايكوال، هعمل انت، قلنا انت، بعدين هعمل لها انبوت. تمام. وبعدين هكتب الكلام اللي انا عايز اكتبه، مثلا اقول له اي كلام بقى براحتي. مثلا انا ممكن اقول له انتر ده فيرست نمبر مثلا، first number اهو. وعشان المسافة برضو، عشان اسيب سبيس. ده كده كده قفلت، هو حدد لي القوس اللي انا قفلته. لو عملت القوس التاني حدد لي القوس اللي انا قفلته التاني، كده تمام. اوكي. بعد كده هعمل num 2 اللي هو second number equal، هعمله برضو int، هعمله برضو int. عادي ممكن ما اعملش، يعني ممكن اعمل اللي هو num واحد ده نمبر 1، اعمله input، والتاني اعمله رقم عادي، بحيث انه يضيف الرقم ده على الرقم ده عادي يعني. تمام. ممكن برضو هكتب له ايه بقى، هكتب له هنا enter ذا second number مثلا. بعدين اسيب سبيس، هقفل برضو. بص قفلت كده، بيحدد لي هو القوس نفسه اللي اتقفل عشان ما انساش برضو الاكواد. قفلت التاني. عايز بقى اجمع الاتنين، ازاي؟ هعمل num 1 بلس num 2. هنا بقى هيعمل ايه؟ انا هعمل شيفت انتر اهو. هنا بيقول لي enter the first number، عايزه مثلا 12. عملت انتر، بيقول لي enter the second number، يعني ادخل الرقم التاني. طب ماشي، حاضر، هكتب له مثلا 10. المفروض يديني كام؟ 22. ده 22. نعمل بقى حركة تانية، اللي هو نضيف رقم 10، مثلا 12.5 ايرور، عشان انا مش عاملها فلوت. تفتكر لو عاملها فلوت؟ نجربها فلوت. 12.5. شوف كمل معايا، ده لازم ادخله. لو دخلته حتى رقم صحيح هل هيطلع لي فلوت؟ طب تيجي نجرب. 10 طلعه لي فلوت فعلا. يعني انا ممكن، بس لازم الرقم اللي ادخله ما ينفعش اكتب انت واعمل فلوت. ما ينفعش اكتب فلوت، لا ينفع بقى اكتب فلوت واعمل انت. يعني انا كتبت فلوت اهو، بس انا لو دخلته 12 10 طلع لي الناتج فلوت. ده كده الناتج، مع ان الرقم صحيح هو ما فيهوش كسور، بس طلعه لي فلوت بوينت او بوينت زيرو. وكذلك برضو الطرح، برضو نفس الشغلانة، مثلا 100 50 50 فلوت برضو. ده add two numbers، لو عايز أجمع رقمين.
تمام. تمام. بعد كده عندنا سكوير روت. السكوير روت ده كده كده انت هترفعه الأس نص، فأنا هعمله فلوت. فمثلا الرقم مثلا ده اختصار نمبر، يعني أنا ممكن أكتبه نمبر عادي، مش خسران حاجة يعني. بس يعني انت كده كده لما تدخل هتفهم ان نم هي نمبر. فانا عايز اعملها فلوت. بعد كده مثلا هخليه يعملها انبوت برضو. خلينا ما نقفلوش دلوقتي انبوت، ونقول له مثلا انتر نمبر مثلا، او انتر يور نمبر، اي حاجه. ممكن نقول له انتر بس، ونقفل. قفلنا واحد وقفلنا التاني. بس كده. بعد كده بقى نشوف السكوير روت. انا مثلا هسميه روت. الرقم بتاعي انا مسميه ايه؟ انا مسمي الفاريبل نمبر، فهكتبه نمبر. فانا كده انا كده حطيت الرقم اللي هو هيطلع لي هنا. الرقم اللي هيطلع من هنا هينزل هنا. بعد كده لازم قلنا اعمل ايه؟ قلنا دي معناها ضرب. طب لو عملت كده اس، فعشان اجيب الجذر التربيعي فلازم ارفعه الاس نص، فهتكون 0.5. تمام. بعد كده اعمل برنت للروت. اعمل برنت روت على طول اهو، بدل ما اكتب يعني. ده بسهل الدنيا. روت. تمام. قال لي فانا لو عملت 25 هيديني كام؟ المفروض يديني 5. اداني 5 فعلا. طب تيجي نعملها انت. بص، واخد بالك من الخمسة عاملة ازاي؟ تعالى هكتبها لك انت. بص، 25 نفس ال نفس الرقم العشري برضه. يبقى هو كده كده سواء كتبت انت سواء كتبت فلوت هيطلع لك نفس الرقم، عشان هنا ضربت في نص، رقم عشري اصلا. تمام. كده شغاله زي الفل. calculate the area of a triangle. تعالى بقى نحسب مساحة المثلث. احنا قلنا انها نص طول القاعدة في الارتفاع، فاحنا لازم نجيب ايه؟ اول حاجة البيز. هنكتب بيز هقول له ايه؟ فهعملهم كلهم فلوت، عشان برضو اكيد هيبقى فيها ارقام عشرية عشان النص. فهعمل له input برضو input. وهعمل تاني هقول له ايه؟ enter. مثلا او هكتب له احسن البيز. عادي مزاجي بقى انا ودماغي، براحتك. المهم تكتب حاجات تفهمها انت بعدين، عشان لو حبيت ترجع لها بعد فترة تكون فاهم. وتعمل برضو كومنتس زي اللي انا كاتبها كده، اللي فوق دي تعملها بالهاش كده، عشان برضو لو رجعت بعد كده تفهم انت كاتب ايه، او تفتكر انت كاتب ايه. تمام. هقفل الاقواس بتاعتي. تمام. بعد كده هعمل طول. هقول له برضو هخليه فلوت برضو. بعد كده input. بعد كده هقول له طول برضو. هقول له برضو هعمل اللي انا بعمله، عشان برضو المسافات تقفل الاقواس بتاعتك. بعد كده بقى ايه؟ المساحة. فانت عايز المساحة دلوقتي اللي هي الاريا. قانونها ايه؟ قانون الاريا قلنا نص طول القاعدة في الارتفاع. فانت هتكتب ايه؟ لازم تكتب النص. ف 0.5 نص في في طول القاعدة. طول القاعدة فين؟ اكتب له البيز، ما انا عامل انبوت، عاملها بيز. طب فين نص طول القاعدة؟ في الارتفاع. هكتب برضو الارتفاع اللي هو هيدخله، مش انا مش هكتب ارقام من دماغي. ده كده الاريا. عشان تعمل برنت انا هعمل برنت الاريا. لو عملت برنت اريا هيطلع لي ايه؟ هيخليني الاول ادخل الارقام اللي انا عايزها.
مثلا انا عايز البيز مثلا 12، الارتفاع عندي 20. احسبها بقى. طلعت في الاخر 120. ازاي 120؟ هو ضرب النص في القاعدة، النص في ال 12 ب6، ضربها في ال 20 ب 120. اوكي. تمام. احنا برضو ممكن نعملها من غير input. كل ده ممكن نعمله من غير input. يعني كل ده احنا ممكن نعمله من غير input، بس احنا عايزين دلوقتي نتعامل مع يوزر. انت مش انت اللي هتتعامل، انا هعمل كده مع يوزر. زي برضو بعد كده ان شاء الله قدام هنعمل آلة حاسبة. اكيد مش انت اللي هتستخدم الآلة الحاسبة، بس في غيرك هيستخدمها. فعشان تعمل آلة حاسبة هتضطر تخليه هو اللي يدخل الارقام، مش انت اللي هتكتب ارقام بمزاجك. اوكي. كده تمام. كده احنا شفنا الكود بيتكتب ازاي، وعرفنا ازاي نطبع. عرفنا ازاي ممكن برضو اقول لكم مثلا برنت. هنا هتكتب، فتح دبل كوتيشن، اكتب بقى اي تكست هيطبع لك. طبع. لو انت كتبته من غير الدبل كوتيشن دي او من غير السنجل كوتيشن هيديك ايرور. ايرور مش متعرف عليه اصلا، is not defined. طب لو انا عايز اكتب ارقام، الارقام فعلا من غير دبل كوتيشن، تمام. لو حطيتها بين دبل كوتيشن، دي حاجة بقى ممكن يعني نسيت أقولها. أنت كده شفتها نزلت زي ما هي، صح؟ حلو. طب أنا دلوقتي عايز أجمع ال 12 زائد 8. متخيل تنزل إزاي؟ هتقول لي 20. أقول لك لأ، أنت حاططها بين دبل كوتيشن، يعني هو شايفها string، هو شايفها text، مش شايفها integer، مش شايفها number. فهتنزل زي ما هي. نزلت زي ما هي. فلا، ما يعني ما مش طالما انت حطيتها بين دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن، لا، هي اتحولت سترينج، هتنزل زي ما هي. يعني انا هعمل مثلا حاجه كمان. بص بقى الكونكاتينيشن دي. مثلا عملت دبل كوتيشن اهو، عايز اجمع زائد الثمانية. بص هتنزل ازاي بقى دي. طب ليه ما نزلهاش 20؟ طب ليه ما نزلهاش 12 زي الثمانية؟ انا انزلها ايه؟ نزل ال 12 ونزل الثمانية جنبها. ده اسمه كونكاتينيشن. مثلا ممكن اسميه هنا مثلا عبد الحليم. بص عبد الحليم 8. فالأرقام بتتكتب من غير ضابط كوتيشن. الأرقام بتتكتب لوحدها إلا لو مش عايزها بقى تتغير. إلا لو مش يعني في مشاريع تلاقيهم كاتبينها بين دبل كوتيشن، كاتبينها سترينج أصلا. فلا، لو أنت عايزة تشتغل عليها عمليات حسابية ما تعملهاش بين دبل كوتيشن، خليها انتجر. تمام. تمام. في assignment بقى، إن شاء الله هبعته أو هنزله في الديسكريبشن تحت. عايزكم تحلوه. وفيه الحاجتين دول اللي هو swap to variables. swap to variables، يعني تبدل بين two variables و find the largest among three numbers. يعني طلع لي الرقم، أكبر رقم بين الثلاث أرقام دول. فهي دي ليها طريقتين، ودي ليها طريقتين. لها كذا طريقة. دي ليها كذا طريقة، بس أنا مش عايزك برضو تستخدم. يعني أنا عاوزها without مثلا ما استخدمش لا الاف ولا الوايل. لا الاف ولا الوايل. تمام. عشان الاف والوايل ده هناخدها قدام، بس لا الاف ولا الوايل. نحل دي ممكن. يعني نحل السواب تو فاريبلز دي بتتحل بطريقتين. احنا ممكن نحل، انا ممكن احل معاك طريقة وانت تحل الطريقة التانية، او تفكر في الطريقة التانية. عشان برضو يعني انا برضو لما كنت باخدها دورت كتير، محدش قالها لي. فعايزك تدور. هديك طريقة وانت تجيب بقى التانية. تمام. دلوقتي هو عايز تو variables، فانا هعمل له التو variables بتوعه. ايه مثلا؟ خليها integer. اعملها input. برضو هقول له مثلا enter. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 1
انتر. لازم برضو بص بنساها دايما. انتر ما تنساهاش بقى. انتر ده اسم. نعم. نعم. ماشي. اوكي. تمام. بعد كده. لا بص نزلني هنا ليه؟ استغربت نزلني هنا ليه ما فتش القوس التاني. بص كده نزلني تاني. تمام. بي مثلا ده متغيرات يعني بدماغي. مثلا انت ام مثلا هقول له انتر ده سكند نمبر. هقفل برضو الاثنين كده زي الفل. عايز بقى اعمل سواب بينهم. يعني هنا السواب ازاي بقى هقول لك. ايه هنا مثلا انا دخلتها بخمسه. البي هنا دخلتها ب10. المفروض يطبع لي خمسه وبعدين 10. لا انا عايزه يطبع لي 10 وبعدين خمسه. اقول لك انا يعتبر دي اسهل طريقه. انا عايزك تفكر في الثانيه عشان الثانيه ممكن تقيله شويه. انا عايزه تفكير. فهقول لك مثلا هنا A وبي هخليها ايكوال بي وايه بس. ما فيهاش حاجه. هعمل بعد كده A وبي او اعمل لها برينت. يعني مش فارقه. يعني أنا لو كتبت هنا قبل الاي والبي دي برينت وحطيتها بين قوسين هيها دي برضه. يعني انا الاتنين واحد عشان ما تفكرش حاجه غلط. دلوقتي اهو هدخل الارقام. دلوقتي مثلا هدخل دي خمسه ودي هدخلها ستة. هكتب ستة اهو. المفروض يطبع لي خمسة وستة. لا أنا عامل سواب. فهيعمل لي ستة وخمسة. بص ستة وخمسة. تمام. أوكي. في بقى طريقة تانية بس أنا مش حابب أقولها. تفكر فيها وعايزك تجيبها. وهنزل لك كده كده المحاضرة دي. يعني البراكتيكال ده هنزله وفي في كمان زيادة عليه. وفي برضو الأساينمنت اللي تحت ده برضو. بس مش محلول. هحله معاكم أنا المرة الجاية. find the largest among three numbers. دي انت ممكن تعملها بفانكشن. الصراحة انا مش عايز اقولها. يعني انا مش حابب اقولها. انا عايزك انت اللي تفكر فيها. دي ممكن تعملها بالماكس. انا سهلتها. ممكن تعملها بطريقتين بس انا مش هعملها لك انا بالانبوت. انا عايزك انت اللي تشتغل بالانبوت بقى. هعملها لك بطريقة تانية ما يقارب ليها. يعني مش ناقص بس غير انك تعملها انبوت. تمام. هقول لك انا بتعمل ازاي. يعني مثلا انا عايز اعملها بالبرنت على طول. ادخل بالبرنت بقى. هعمل بالبرنت مثلا. هعمل انا عايز ماكس. يعني اكبر رقم. ففانكشن في فانكشن جاهزه اسمها ماكس. في فانكشن جاهزه اسمها مينيمم. اكبر رقم واصغر رقم. دلوقتي بتفتح لها قوس. بتدخل فيه الارقام اللي انت عايزها. انا مثلا هدخل. احنا قلنا 3 نمبرز. دخلت 100 200 300 3 نمبرز. لاحظ بقى ان في قوس ما اتقفلش. فلازم تقفله. اهو انا قفلت. تمام كده. لا كده لسه ما اتقفلش. كده اتقفل. تمام كده. يا ترى انا لو عملت شيفت انتر او عملت ران للكود هيطلع لي 300 اكبر رقم. اعملها بقى بالانبوت. انا عايز اشوفها منك بالانبوت. تمام. كده كده برضو ده assignment. يعني ده كله علينا احنا. يعني الطلاب اللي معايا اللي معانا في المعهد يعني. اتمنى تكونوا عملتوا وحليتوا ورا الباشمهندسين وبعدين تيجوا تسمعوا هنا. يعني ما تجوش تغشوا من هنا. ماشي. بس كده. ان شاء الله هنزل لكم البراكتيكال. المحاضرة البراكتيكال دي هنزلها لكم في الديسكريبشن. وبرضو تحلوا الاساينمنت اللي فيها. هي مكتوب اصلا. وان شاء الله المحاضرة الجاية هحلها معاكم. وبس كده. وبكده خلصنا الجزء العملي في المحاضرة الأولى. انتوا بقى مطلوب منكم اللي قلته لكم ده. وجربوا بنفسكم. ولما نرجع المرة الجاية هنشوف الحلول دي مع بعض. شكرا. السلام عليكم.